خلونا نبدأ بقى نقول السلام عليكم. وصباح الخير على الكل كده. يومنا الثالث النهاردة مع جسمنا، وخلونا نبدأ نفكر شوية كده بهدوء شديد خالص. نخلي نفسنا كده نحضر مع جسمنا ونبقى قاعدين حاسين بتلامسنا مع الكرسي اللي قاعدين عليه، أو رجلينا لو لمسة الأرض نحس بيها، عشان بس نحس إن احنا هنا، احنا موجودين هنا دلوقتي. فمحتاجين إن احنا نبقى حاضرين وجاهزين لإن احنا نسمع جسمنا. مين فينا قلنا قبل كده إنه في ناس كتيرة فينا منفصلة عن جسمها، ما بتاخدش بالها من اللي بيحصل فيه. مراجعة بسيطة بس عشان لو ناس حاضرة معانا جديد. فمين فينا ما بيصحاش مثلا مرة يبقى نايم كتير قوي ويصحى تعبان ومرهق، أو إنه يبقى شغال وهو مش مركز وكأنه محطوط كده على حاجة أوتوماتيك هي اللي بتشغله وهو مش حاضر في اللي بيعمله. يلاقي نفسه مثلا طلع من الشغل مروح البيت يفوق وهو قدام البيت، وكأنه ما كانش موجود جوه نفسه وهو ماشي حتى في الطرق واخد باله من المرور والعربية اللي هتكسر عليه وكل حاجة، بس هو مش موجود، دماغه في حتة تانية خالص. مين فينا مثلا ما بصش لقى نفسه مرة واحدة جاله أي تعب مفاجئ، وقع مرة واحدة مش قادر يقوم، مش قادر يعمل شغله، مش قادر يتحرك في أي حاجة من المهام اللي حواليه، وبدون أي مقدمات وبدون أي مرض. فدي كلها حاجات بتحصل لينا لما بيكون الجسم محمل كتير قوي، بيصرخ، بيقع قبل ما احنا نقع، وكأنه سبحان الله يعني وكأن ربنا بيدينا انذار ان جسمنا بيتكلم الاول، بينطق الاول، بيقول اقف شوية مع نفسك وشوف انت عايش ازاي وبتعمل ايه بتتحرك في الدنيا دي ازاي علشان تاخد بالك من اللي بيحصل لك. بدل ما نبص نلاقي في انهيار تام حصل، الجسم بيبدأ قبلها بفترة يبدأ يعلي صوته معانا شوية. خدوا بالكم أنا موجود، حسوا باللي انتوا فيه، انتوا عايشين في الدنيا دي تحت ضغوط معينة، تحت حاجات معينة انتوا سامحين بيها، حدود بتخترق، حقوق بتتاخد منكم. كل ده بيبدأ يظهر في جسمنا لما احنا نبقى منفصلين عن نفسنا. فلما حد يحس بحاجة زي كده ده مش ضعف، لأن في ناس كتير بتخاف تصارح نفسها بيه لأنهم بيبقوا حاسين إن هم يعني أنا ضعيفة مش قادرة، أنا يعني أجري أروح أدور على فيتامينات، أدور على دكتور أروح له. لكن هي لغة بتقول، الجسم بيقول بيها قرب لنفسك شوية. أوقات إحنا بنبقى رافضين إن ده بيحصل وحاسين إنه بيعطلنا وحاسين إنه ما ينفعش ننهار. يعني أشهر كلمة بسمعها ما ينفعش انهار، ما أنا ينفعش ما أعطل، عنديش أو ما رفاهية عنديش الانهيار، رفاهية. بتتقال كده. اه. انا ما عنديش رفاهيه ان انا انهار، وكأن الانهيار ده يعني اختياري. هو ده لو حصل بيقع الواحد، بيقع ما بيقدرش يقوم اساسا. كتير يعني جدا حتى وبالذات لما الامهات. بتيجي الإنذارات لده بننكر على نفسنا مش إن إحنا لينا هشوفها. الحق في ده، والأكتر من كده بنكون شايفين إن الواقع ما بيديناش فرصة، لكن لان الحقيقة لان احنا إن ما بنديش لان نفسنا احنا فرصة. بنتعامل مع جسمنا انه اداة من الادوات اللي في الحياه، مش انه ده انا. مم. مش انا تعبت فادور على نفسي في حاجه كده. كل اللي سافر طيران عارفها، انه وقت الخطر بيقولك حتى لو معاكي طفل رضيع، وقت الخطر دوري على نفسك الأول، حطي قناع الأكسجين، لأنك لو انشغلتي حتى بالبيبي اللي على حجرك مش هتقدري انك انت ممكن يحصل لك حاجة وانتوا الاتنين تضيعوا. صح. فوقت الخطر أنا أولا، علشان أنا أولا هقدر بعد كده أشيل غيري وأقدم المعونة لغيري وأخدم غيري. أمهات كتيرة جدا جدا يقولوا إحنا طول النهار وكأن يعني كده زي ما بيقولوا كده ايه بتلف في ساقية. كأن عربية دايسة عليا، يعني تتقالي بنفس اللفظ كده. طول النهار انا حاسة ان انا بجر جسمي، بعمل المهام بتاعتي بس انا بجر جسمي. مفيش فرحة بأي حاجة تفرح، مفيش أي استمتاع بأي حاجة في الدنيا، أنا بعمل اللي عليا بالعافية. هاتيها بقى خرجيها مع أصحابها مثلا نص ساعة، النشاط بتاع الدنيا كله بيحط عليها. هل هي دي كانت مريضة أو نقص فيتامينات أو فيتامين د أو لا، هي طريقة الجسم بيقول بيها أقف
اهدى قبل ما تنهار. خلي بالك من نفسك، اه شوفي انت الناس حاسة اللي بإيه. بتقعد قعدات طويلة مثلا على الكمبيوتر شغلها كده، او شغلها بيضطر انها تبقى قاعدة على مكتب فترة طويلة. الآلام الخفيفة اللي بتبدأ في الجسم، مجرد ان انت بس الجسم بيقول خدي بالك مني، يعني راعيني، ما تستخدمينيش كأداة او آلة بحطها في الفيشة اشيل الفيشة بعد ما اخلص، لا، الفكرة مش كده. وبتبقى كلها، حتى الدكاترة بيقولوا لنا انه ممكن كل نص ساعة او ساعة بس اقفي اعملي بس حركة بسيطة، انك انت غيري وضعية الجسم، اتعاملي معاه ان هو حاجة حية وليها حقوق وليها واجبات عليكي لازم تعمليها. انما هتتجاهليه تماما هيبدأ بعد كده انت هتتجاهليه، طب تعالي بقى انا ايه هاخد حقي منك. فهو ده اللي بيحصل، انه فعلا بيتكلم بلغة اللي احنا مش قادرين نتواصل معاه، فانا هسمعك غصب عنك. بتبقى فيعني لقطة مش هو اذكى لطيفة. مننا. هو اذكى مننا، ودايما يعني في مقولة كده انه كانت دايما دكتورتنا تقول لنا عليها، انه الجسم ليه حكمة في ان هو ازاي يخزن في جسمه تعبه، وحكمة ازاي يخرجه. هو عنده حكمة، سبحان الله، ربنا خلقه بهذه الحكمة. يعني خلاص انت مش وبيخرجوا وقت ما بيكون أوقات المشاكل خلصت، يعني خلاص احنا جرينا في الدنيا ده لما ده وعدينا. نتجاهله كتير، بس هو اه. على طول بيخرجه مم. كإنذار في الأول. بنشوف ناس كبيرة، مش حتى هقول أطفال مثلا بيتعبوا قبل المدرسة، بس في ناس كبيرة تبص تلاقيه عنده اجتماع مهم يسخن ويتنقل طوارئ ومفيش حاجة. عندها يعني في أي حاجة مهمة، عندها انترفيو، عندها حاجة تبص تلاقيها تعبت وتدخل المستشفى مفيش أي حاجة. الحباية اللي اه بتطلع قبل أو كل تجاهل. يوم مهم. مهم. آه، أو تجاهل لسنين كتير مواقف كتير وقال خلاص هي كده تمام بقت كويسة أنا كده بقيت أحسن، ويحصل موقف صغير أو صدمة أو تروما صغيرة أو موقف يخلي كل اللي فات يفتح وما يبقاش عارف يلمه، يقول هو ده هو اللي عمل ده كله أنا مش قادر. لا، هو تراكمات أنت سايبها، هي جواك بقالها كتير متخزنة، فجاء موقف فرقع كله طلع في وشنا بقى خلاص مش قادر، أنا مش قادر، أنا مش قادر. طيب خلونا ناخد كده مشاركات بسيطة، يعني 3 4 مشاركات، ناس تقول لنا جسمها بيقول لها ايه وهي مش فاهمة. مشاركات عن جسمنا. عن جسمنا، بس يعني هسيبك انتي ولا كده أنا اختاري لنا 3 4. طب أنا هبدأ بنفسي. طب ابدأي بنفسك. أنا عينيا أوقات كتير بتوجعني. أنا مهم. ساعات بقرأ كتير من على اللابتوب، مهم. فبلاقي عيني فجأة كده لأ وجعاني، وأنا شغالة أو كده مم. بلاقيها وجعاني. بعمل إيه حرفيا مم. لما باخد بالي من ده؟ وراها يومين أنا بستعملش اللابتوب غير للأساسي بس، حاجات تبع تمام، الشغل وبس، حتى التليفون بقفله حلو جدا، وببقى جميل جدا. بس هل ده مم. بتعمليه على طول ولا في اوقات مش مهم، انا لأ عندي حاجة مهمة أوقات ولازم اخلص بضغط دلوقتي؟ على نفسي وببقى مم. شايفة ده، بس بس مع أول فرصة لأ بوقف، دي عشان أنا حلو عارفة جدا أنا ان انت. دلوقتي عندي شغل، مم. بس ببقى شايفة ده. حلو جدا. ومع يعني انا أول لما فرصة لما اه بتبدا عينيا تقول لي كفايه ولا يا حرام اه ارحميني شويه، باخد بالي من ده. طب انت بصراحة كده فاهماها، بتسمعيها وبتفهميها. لو اه في بقى حاجه تاني غير موضوع عينيكي بتطلع معاكي وانت ما بتاخديش بالك وتكملي لغايه ما تبصي تلاقي الدنيا ضربت اكتر، في حاجه مش بتحصل زي كده؟ مش عارفة بسيب نفسي للحتة دي أو لأ، بس أعتقد أيام الدراسة عشان مم. إحنا بننام متأخر، وبعدين كأمهات مم. نصحى الصبح نصحي، وبعدين نرجع ننام لنا ساعتين، بعد 3 أيام بلاقي نفس الدنيا ضربت، فبعمل إيه؟ بسيب كل مم. حاجة وأنام بدري بجد عشان يعني نعرف حلو نكمل. جدا، احنا كده في تناغم، حتى ولو انا ببعد شويه بس لما بفوق اه برجع. تخيلي حد تاني بقى طنش اه اسبوع، اه شهر بالكتير، وهتقعد وتغيب العيال اسبوع جنبها. لأ مش أنا، لأ. أنا باسيب كل حاجة، خد. اليوم عندي بيروح جاي خلصان على الساعة 10 أروح جاية داخلة أنام، مم. كل حاجة تضرب تقلب مش مشكلة، مش فارق، مم. مش جميل. اتغدينا وخلصنا شغلنا ننام.
جميل الدنيا جدا. ناخد مطرت. مشاركات طيب تاني. أشاركك أنا يا خديجة. اتفضلي. الفترة الأخيرة كان عندي شكشكة كده بحسها في كعب رجلي. مهم. فلما لاحظت ان انا فعلا الفترة الأخيرة بجري كتير وبتحرك كتير جدا وزي ما يكون كده يعني رجلي بتقولي انا محتاجة ارتاح. انا شكشكة رجلي دي بتقولي احنا محتاجين نقعد ونرتاح شوية، مش قادرين ندوس على أرض الواقع أكتر من كده. فأنا سبتها بصراحة، طنشت أسبوعين كده، مش في حاجات ورايا محتاجة تخلص. فلقيت مم. بقى في تنميل شوية كده، أو يعني تنميل في نعلي صوابع صوتي بقى. إيدي. في صوابع مم. إيدي. فاللي هي بقيت ترجمتها بإن أنا أنا من كتر ما بجري والواقع مش قادرة أعمل حاجة، بقى أنا محتاجة إن أنا مم. أرتاح شوية. ففعليا بدأت إن أنا أخد مساحة لده. ما هو فلا، ده اللي بنقوله يا نهى، انه انا لو ما سمعتش من الاول هيعلي صوته اكتر. هيعلي صوته. امم. لو بشاركك حد تمام. حابب لعليان يشاركنا الصوت تجربته، يلا. ما حدش عايز يشاركنا ولا جسمه ايه؟ ولا ما حدش بيتكلم واخد ازاي؟ باله جسمه بيقول ايه؟ وفي كمان يا شباب اللي هي الامراض اللي هي الالام المصاحبه للامراض المناعيه زي الروماتويد او الفايبرو او كل ده، لو احنا شاركنا بالاماكن بتاعتها هنفهم هي ليه. ما هي رفع ايديها، يلا يا انا ما. هقول حاجه بس قبل ما نتكلم، قبل ما اخد مشاركتك يا الهام. الفايبرو ده بقى او الروماتويد ده، الالام دي بتيجي لما خلاص احنا مش عايزين نسمعك، يبدأ بشكشكه مش هنسمعك. طيب في هنا تعب ووجع مش هنسمعك. وقت بقى ما الدنيا الجسم بقى بيصرخ الصرخه اللي ما بيقدرش يوطي صوته بعدها، بتظهر الالام دي. اتفضلي يا الهام. مها. مها، اتفضلي يا مها. معلش استاذنك يا دكتور نهى تعدلي الكاميرا، انا مش شايفه يعني في تلتين وشك بس. ايوه تمام كده. كده، شكرا. انا كنت عايزه اشارك يعني بالظبط اللي قلتيه دوت الفايبرو والالام. انا دلوقتي يعني واضح ان انا قبل كده ما كنتش منتبهه، وانا عامه ما ببقاش عارفه اجاوب لما بتسأل حاسه بايه في جسمك او اخبار جسمي، ما ببقاش عارفه اجاوب خلاص، السؤال بيستفزني ما ببقاش عارفه. مم. آه، لكن مؤخرا بقالي فترة يعني في مرحلة بقى آلام غير مبررة، واتشخصت فايبروميالجيا ومش عارفين في ايه، مم. وحاسة فعلا ان هو يعني صوته بقى عالي قوي، يعني انا بقى اتعطلت ومبقتش عارفة اعمل حاجة وبقى طاغي على كل حاجة يعني. ألف سلامة عليكي، ألف سلامة يا مها. الله يسلمك. الجسم هنا لما بيصرخ في الصريخ العالي ده بقى، دي بقى كده بقى وصلنا لمرحلة انه مش بيكلمنا، ده بيصرخ في وشنا. بنبقى محتاجين ان احنا نديله المساحة الكافية ونستحمل اللي بيقوله، ونقبل انه موجود. مجرد ما بنقبل ان هو موجود ونبدأ نتعامل معاه ونطبطب عليه بقى بعلاجات العادية وبالعلاج النفسي، وناخد بالنا منه ونسمعه كويس قوي قوي، الدنيا بتهدى، صوته بيهدى شوية بشوية. بس بياخد وقت، لأن هو خد وقت كتير ما حدش واخد باله منه، فبياخد وقت لغاية ما يرجع يهدى تاني. فألف سلامة عليك يا مها، وإن شاء الله ربنا يعينك كده ويقويكي لغاية ما تكملي الرحلة بتاعتك وتقدري يعني تتصالحي معاه. ولما بنشتغل عليه واحدة واحدة بياخد مم. وقت بس بعد كده الهجمات بتكون ضعيفة. جدا. اه بتقل كتير. الهجمات بتاعة التعب انا بتكون انا ضعيفة. انا معايا ناس بيشتغلوا على الفايبروميليجيا، التطور بتاعها وقف. كمان ممكن تكون يعني احنا الفايبروميليجيا بنطلع من ليفل لليفل اعلى كل فتره، بتزيد الالم اكتر، بتزيد الهجمات شدتها ووقتها، وتنقل من عضو لعضو. لا الدنيا هدت خالص خالص، ويمكن بدات تقل للمرحله اللي قبلها، يعني اه. بدانا كتير نرتاح يعني. فربنا يا رب يعينهم جميعا. يا في حاجة. الامراض ويخلي. المناعيه الامراض المناعيه بالنسبه لي بشوفها زي الطفل لما احنا بنضغط على اطفالنا الصغيره. يعني انا ابني وافضل اضغط عليه اقول له لا شيل ده اعمل ده سوي ده، وافضل اطلب منه، فبيجي الطفل وهو صغير كده يدبدب واوقات يضربنا، يقف ويفضل يضرب في ماما اللي هو انا مش متحمل خلاص. فهي نفس الموضوع، من كتر ما احنا او بنضغط على يدخل في نفسنا. نوبة غضب مش عارف يرد، مش عارف يسكت، ايوه قصدي مش عارف بالظبط. عمال عياط عياط. فبيبقى انت طب انا ماشي بتضغطي معاك اهو، طب اعمل بالظبط. لك ايه؟ مش عارف تعملي له حاجه تسكتيه.
بالظبط. فبيفضل اضغط عليه اضغط عليه لحد ما المناعه هي تضرب فيا تقول لي كفايه بقى كفايه بقى. فده بتكون حاجه مزعجه فعلا وبتهز هزه كبيره. بس مع خطوات بسيطه واحده واحده بنرجع تاني نلاحظ جسمنا، بناخد بالنا. مم. بنبقى فاهمين الهجمه جايه امتى. لا انا حاسه الفتره دي ان انا مضغوطه، انا محتاجه اريح في كذا، الفتره تمام. دي فيها تريجرز عاليه لكذا. ما تقلقيش يا مها، واحده واحده وبالراحه، ما تقلقيش. سلامتك يا طيب، مها. إلهام ألف بتشاركني في سلامة. الرسايل إنه لما بقالها فترة لما بتطلع السلم ركبتها بتتلوي، مش فاهمة جسمي بيقول إيه. خلينا حابة تجاوبي يا خديجة؟ هو أنا الأول بحب الأول لما بيبقى في يعني شكوى كده لسه بداية كلام، أيوه. بنحب الأول نشوف الجزء العضوي. طب بنروح لدكتور ونسأل هل ده نقص كالسيوم، هل ده في مشاكل في الأربطة، في مشاكل في الأعضاء. يعني بنحاول نشوف الجزء العضوي نغطيه الأول. لغاية وقت ما ما يكون يتقال لنا لا، وقت ما ده يكون نقص. إنه لا ما فيش أي سبب خالص، لا ما فيش أي سبب، نبدأ نقول بقى طب هو بيقول لنا إيه جسمنا دلوقتي؟ مم. يعني هل أنت بتضغطي على نفسك أكتر؟ هل أنت محملة نفسك بزيادة؟ بتتحركي حركة مشتتة مش جايبة نتيجة؟ لا ركزي، أنت مشتتة نفسك. رجلك بتقولك إيه؟ والركب في ف- الأخص كمان طبعا بعد إذنك يا خديجة مسؤولية. بتلمس جزء المرونة. مم. المرونة في الحياة. بتبقى قدر المرونة بيني وبين نفسي قد إيه، بحكم على نفسي قد إيه، باخد استقبالي من الحياة قد إيه. فمحتاجة أراجع ده يا إلهام جوايا، أشوف هو أنا اللي بستقبله من الحياة قدر المرونة فيه قد إيه. بس ده ما يمنعش في البداية تمام. التواصل اه مع بعض. طبعا، ده أكيد. لازم الشقين أكيد. بيمشوا مع بعض. الشقين بيمشوا مع بعض. بدل ما وصلنا للألم الاتنين بيمشوا مع بعض، ده جنب ده. تمام. طيب نعمل تمرين بسيط لمدة، يعني مش هقول مدة بس هو بسيط جدا. هنقعد القعدة بتاعتنا واحنا مرتاحين وظهرنا مسنود يلا ورجلنا خديجة، لامسة الأرض. دلعينا خديجة، دلعينا. لا هو تمرين بسيط، مش ما فيش ثواني هو يعني. برضه دلعينا، يلا بينا. تمرين بسيط خالص. هنقعد القعدة بتاعتنا ظهرنا مسنود، رجلنا لامسة الأرض. غمضوا عينيكم وهناخد نفس بسيط هادي خالص. نركز مع جسمنا، نحاول نستكشفه كده من أول القدم بهدوء شديد وصولا للرأس. خدوا وقتكم، خدوا نفس هادي خالص. حاولوا تلاحظوا هل في منطقة في جسمي تعبت. ملاحظة، مجرد ملاحظة. هل في منطقة جوايا تعبانة دلوقتي؟ تمام. فتح عينينا. ده تمرين بسيط خالص استكشافي، هو مجرد ملاحظة. لو كان جسمك ما كنتيش حاسة بحاجة فيها وجع وبدأتي تحسي بوجع، مجرد ما انتي بدأتي بس تركزي مع جسمك مع نفسك، في الأغلب الأعم ده الجزء اللي بيصرخ في أول مرة. أول ما بتتعبي بيصرخ على طول. ففي حد يعني حتى نرفع ايدينا، حتى في حد حصل ان هو كان في جزء مش وجعه وبدأ يحس بيه. معانا أسماء، اتفضلي أسماء. هو أنا أول ما بدأت ما يعني حسيت إن أنا مخي بقى فيه تشتت ومش قادرة امم. أحس بجسمي، والجزء الشمال عندي من أول راسي كده ورقبتي بدأ كأن الضغط فيهم بيعلى جامد، وبدأت إيدي برضو الشمال برضو يحصل زي توتر كده، وحاسة إن أنا برضو فصلت شوية كل الإحساس، إحساس التوتر والضغط اللي بيعلى جامد في دماغي وإيديا الشمال. ده ما كانش موجود قبل التمرين يا أسماء؟
هو أنا أصلا في العادي دايما الجزء الشمال عندي بيألمني جدا، ورحت عملت تحاليل كتير وأشعة وتعرضنا إن ممكن يكون حصل جلطة قبل كده، وكل ده مفيش أي حاجة خالص. امم يعني حتى يعني أنا مفيش حاسة سبب عضوي دلوقتي إن أنا صوتي متوتر وأنا بتكلم، حاسة إن مش عارفة باين أتكلم عليك، كويس. باين أنا عليكي مش عارفة. فعلا. مم. الجزء الشمال هو بس اللي اللي شايل، احنا راميين على الجزء الشمال. هتلاقي برضو، هتلاقي ممكن تلاقي قوة الإيد اليمين والشمال مختلفة. الشمال بتبقى ضعيفة شوية. ولو لمستي بإيديكي كده إيدك الشمال أو رجلك الشمال هتلاقي عضلاتها مشدودة عن عضلات اليمين. انا بحس يعني من كتر الشدة بحس ان جلدي نفسه مشدود. يعني مش امم يعني انا دلوقتي حاسة ان انا يعني ايديا بدأت وصوابعي بدأوا يتوتروا جامد ويحصل زي تشنج فيهم كده امم يعني. طيب، هنا جسمنا الجزء ده أكتر جزء شايل ومحمل، وهتلاقيه إن هو دايما هو اللي بيبدأ يصرخ في الأول. أي ما بتتعبي بيبدأ الجزء ده تتعبي، يعني تحملي نفسك أكتر من طاقتها، هتبص تلاقي الجزء ده هو اللي بيبدأ يصرخ. صح كده؟ اه طيب، يبقى اظن بيقول لك بقى ابدأي خدي بالك، طالما انت لفيتي بقى اللفه اللي هي بتاعت الدكاتره العضويين وخدتي كل احتياطاتك وتحاليل واشعه ومفيش اي سبب، يبقى بيقول لك ايه يا اسماء؟ انا عايزة اعرف بقى هو بيقول ايه. هو لسه ما وصلش. بيقول لك ان لا انت في حاجات محتاجه انك انت تبصي عليها غير جسمك او غير الامراض العضويه. مفيش امراض عضويه دلوقتي. هو بيصرخ بيقول لك ان في ضغوط، في حاجات قديمه متخزنه محتاجه تتفرغ، محتاجة أواجه نقاط معينة في حياتي كان فيها مشاكل ما اتحلتش، مواقف ما اكتملتش الدايرة بتاعتها، محتاجة أكملها، محتاجة أشوف أنا مقصرة في حق نفسي إيه، مقصرة في حد، في حق جسمي إزاي، في حق نفسيتي إزاي. محتاجة تهتمي بنفسك أكتر يا أسماء. تمام. تمام، شكرا. شكرا. في حد تاني معانا؟ في مها، اتفضلي مها. اتفضلي يا مها. هو انا يعني اللي تعبان عندي وبيوجعني بشكل متكرر والمشكله الحاليه يعني هو منطقه الحوض بالمفصلين بتوعها. بس امم لما عملت التمرين دلوقتي طبعا الوجع كان ظاهر اكتر وواضح، بس حسيت كمان بركبي والقدمين برضو حسيت ان امم فيهم يعني مها، وجع. انت بتقولي مريضة فايبرو مش كده؟ يعني انا في اختلاف في التشخيص، شخصت حاجات كتير مختلفة، مرض مناعي تاني ولا فايبرو ولا اي حاجة خالص، مش عارفين الدكاترة يعني مش متفقين. امم يعني احنا لغاية دلوقتي لسه مفيش حسم للتشخيص مش كده؟ اه لا مفيش حسم للتشخيص. طيب، انت في يعني دخلتي ثيرابي قبل كده؟ دخلتي اي علاج نفسي قبل كده؟ اه كتير كتير، امم بس مش بايودايناميك، انا لسه بكتشف البايودايناميك. امم يعني هو عملت عملت اتفضلي اتفضلي. دي بي تي وسي بي تي و اي ام دي ار، بعمل اي ام دي ار. امم طب يا مها، احنا دلوقتي يعني احنا في آلام كتيرة في مناطق كتيرة، واحنا يعني ما اقول ايه، احنا بدأنا ان احنا ناخد بالنا من جسمنا وناخد بالنا من نفسيتنا، ان احنا بدأنا نسمع وبدأنا يعني معاها بالراحة كده، زي ما قلت قبل كده، انه انا الحاجات دي اتكونت جوه جسمي وجوه نفسيتي على مدار سنين. فالرحلة ممكن تطول شوية وناخدها بتقبل، لان ده موجود، وان الألم ده ربنا بعته عشان يبعت لنا بيه رسالة ان احنا ناخد بالنا من نفسنا وناخد بالنا من الحاجات اللي عملت لنا الألم ده، علشان خاطر نقدر ان احنا نوقف لو في اي اختراق لخصوصيتي او حدودي، او ان انا مش واخده المساحه الكافيه بتاعتي، او ان انا شايله مسؤوليه اكتر. كل الالام دي جايه بتقولك خدي بالك ايه، فين الخطأ فين. وده هنكتشفه ان شاء الله في اثناء الثيرابي بتاعنا يعني. تمام تمام يا شكرا. مها. تمام شكرا. اوكي تمام. كمان عايزة أضيف شق بعد إذنك طبعا يا خديجة. أنت عارفة يا اتفضلي. مها، لما رجليكي تبقى وجعاكي أنت بتقولي رجليا،
وقلتي رجليكي في الآخر، وبعدها أو قبلها قلتي على الحوض، على الحوض. منطقة الحوض وعلى منطقة الركب. راجعي مرونتك في الحياة يا مها. استقبالك للأمور بتاخديها يعني بحزم ومع نفسك حادة. قوي أيوه بالظبط. مم. فبتقولك إن الواقع محتاج مرونة أكبر من كده شوية، تقبل، عشان محتاج كده قلت لها بالراحة ولطف محتاجين على نتقبل. نفسك بالظبط، محتاجة مم. لطف مع نفسك شوية، يعني ارحميها حبة. فقدر المرونة اللي فيها هيزيد، فهقدر اتحرك بالمنطقة الوسط اكتر، هقدر حركتي في الحياة ومرونة رجليا، كعب رجلي هيبدأ يتقبل الواقع اكتر واحدة واحدة. فهماني يا مها؟ انتي بتعملي ايه يا مها لما بتحسي بالآلام؟ بتعملي ايه؟ بحاول استريح، يعني بحاول ما فيش مجهود، اقلل المجهود. اقلل مجهود جسدي. اه طب لما بتتعبي ما بتفكريش ان ممكن يكون في جزء في نفسيتي متحرك دلوقتي؟ يعني فكرت، بس انا للاسف مش عارفه اربط، يعني مش عارفه اربط اقول مثلا ده حصل لما كنت زعلانه او متوتره بسبب كذا او كده، يعني مش بفتكر او مش بربط. مش عارفه، مش يعني حاسه ان انا. هل ممكن يا مها ان انا عبال ما ببدأ اخد بالي ان نفسيتي في حاجة فيها متحركة، بيكون الموقف عدى عليه يومين ثلاثة أربعة، فأنا مش قادرة أربط ما بين الألم ده وما بين الموقف اللي حصل من كام يوم؟ ممكن جدا. انا حاسه ان في زي انفصال كده، يعني كأن مم. مش متصله ببعضها. مم. طب خلينا نتفق من دلوقتي يا مها مع بعض انه اول ما ابدا احس ببدايات التعب اقول ايه؟ في ايه اللي حصل؟ تعالى هنا كده نسمع. ايه اللي حصل؟ بدات تتحرك ليه؟ ايه المشاكل اللي حصلت من يوم، من اتنين، من تلاتة؟ اكيد هتقدري تفتكري الموقف لو هو قريب. يعني بلاش، يعني ايه، بلاش افضل مستنيه لما يصرخ عشان ابدا اقعد واسال هو ايه اللي حصل. خلينا مجرد من بدايات الانذار البسيطه نبدأ نشوف هو الموقف النفسي بتاعي عامل ازاي. عندك حق يا خديجة، وجود النية يا مها في حد ذاته ان انا ابدأ اتواصل مع جسمي واحدة واحدة. كل يوم لو اديت لنفسي دقيقتين تلاتة ان انا اتواصل، حتى لو ما لقطتش النهاردة، لو ما لقطتش بكرة، ما لقطتش هبدأ القط واحدة واحدة وبالراحة يا مها، بالراحة على نفسك. اهم حاجة يا شباب بالراحة، بالراحة. انا كائن حي، بالراحة. مفيش حاجة هتهرب مننا، مفيش حاجة هتجري وهتفوتنا. بالراحة، احنا محتاجين نعيش اللحظة بس. انا في كلمة دايما بقولها للعملاء بتوعي انه بالتدريج وبالتدريب. يعني احنا بناخد الحاجة مدرجة سنة سنة وبنتدرب عليها لغاية ما تقوى. سبحان الله، ربنا عمل لنا حتى في الجزء النفسي الحاجة اللي بدربها شوية شوية بتقوى، والحاجة اللي ببعد عنها وطنشها بتضعف. ففكرة ان انا ازاي القط وازاي اربط ده هجيبه لما كل يوم زي ما يعني نهى بتقول لنا كده، كل يوم الصبح انا وكأني باخد يعني ايه، بعمل ديل كده مع جسمي. انا هحس بيك النهارده، هشوفك بتقول لي ايه، وهبدأ اركز. مجرد ألم في المنطقة الفلانية هبدأ اشوف ده جاي منين. هل انا اتخبطت هنا، ولا ايه اللي حصل، ولا ضغطت على على الجزء ده في الشغل، ولا انا فعلا تعبانة ومرهقة وانا مش عارفة انا في ايه. في ناس كتيرة جدا تقولك انا بحس ان نفسي قصير. مش نفسي قصير ان انا ما بقدرش اطول في الكلام او كده، لا، حتى النفس، اخد النفس نفسه خفيف وكأنه سطحي، وكأني باخد يعني ايه 10% مثلا من الرئة هي اللي بتشتغل. طب هل ده ليه معنى؟ اه ليه معنى. وكأن الجسم مش مصدق ان في امان كافي ان انا اخد وقتي ومساحتي في النفس. لا ده انا محتاج بسرعه اعمل حاجه، لا انا مطلوب مني كذا، لا انا مسؤولياتي بالشكل الفلاني، لا انا قاعد مهدد ان انا مثلا اطرد من شغل، او وده شايفينه كتير حوالينا اليومين دول، او ان انا علاقه مثلا في نهايتها او حاجه زي كده. فانا مش حاسس بالامان الكافي ان انا قاعد مستقر وهادي وجسمي بيتنفس براحته، الاقي التنفس سطحي. وده كتير جدا عندك جدا حق يا ناس خديجة، بتوصل لها كمان لانها تبقى يعني توصل البانيك اتاك بسبب انها مش قادره تاخد النفس تدخله. عندك حق يا خديجة. حتى مشاركة أسماء كانت واضحة جدا لما شاركتنا بأول حاجة إن ضبابية التفكير مأثرة امم على جسمها كله. فهي ده صحيح. الفكرة كلها لما هنبدأ نرتاح من هنا
هنبدأ نحس تحت. هي ضبابية التفكير أو بفكر كتير over thinking. فأول إشارة بيديها لي جسمي هي نقطة البداية. عندك حق خديجة. في حاجات تانية زي ان احنا اتفضلي يا إلهام شاركتنا التدريب بتاعها، ممكن أقوله؟ اتفضلي. بتقول حسيت بكعب رجلي وجعني ومنطقة الرحم كأن فيها وجع وحزن، حسيت بحزن وعمودي الفقري من تحت وكوعي وكتافي وضيق في الحلق. ده جسم كله. لمسني جدا، لمسني جدا. وكأن إلهام يعني كأنها يعني بتصرخ بصوت عالي قوي، يعني مش جزء واحد بس اللي بيتكلم يا إلهام، ده كذا مكان. الواقع وعدم وجود الونس فيه والمشاركة قد ايه مخليني مش قادرة احس بمرونة في المفاصل. قولي يا إلهام وحقك، واحدة واحدة بالراحة. خلينا مع جسمنا بالراحة يا إلهام، وشوية شوية هنشوف كل جزء منهم كان جاي يقول لنا ايه، لأن دي كده رسائل كتيرة متضاربة. نعم؟ شاطرة بس إلهام والله شاطرة ما شاء الله عليكي، ما شاء بتقدري الله. تلقطي. لا وسبيسيفيك محددة فين بالظبط، مش رجلي برافو عليكي. كلها، لا ده الكعب في الحتة دي، ده مش عارف ايه هنا، أيوة. مش الرحم حاسة وبعد كده بألم في بطني، لا. المفاصل. جميلة شطورة. كويس، احنا بدأنا نسمع، عايزين بقى بعد كده شوية شوية هنتعلم ان احنا ازاي نفسر ان شاء الله. هو أنا عندي طيب فضول إن أنا أسألك حاجة يا خديجة، معلش لو اتفضل. قطعتك. هو لا هل اتفضل. في وقت ممكن فعلا من كتر ما تواصل مع جسمي هلاقيه مرتاح، ولا دايما هلاقي فيه حتت مش مرتاحة؟ لا ده احنا في ساعات كتير بنتواصل مع جسمنا عشان نلاقي نقطة أمان، فنكمل نخليها توصل لبيت الجسم. يعني أنا دلوقتي لو قعدنا ده، طب خلينا حلو، إن هو ده كان هيبقى بعد شوية، بس نعمله عشان خاطرك يا ولا أخلص بس الجزئية دي. أنا ببقى لا خلاص كويسة. الجزئية دي وندور على نقطة الأمان في الجسم. ماشي يلا بينا. خلاص الجزئية دي الأول. تمام. اوكي معلش لو طيب قطعتك. لا ولا يهمك، بس هو فعلا واحد. طب بعدين هوصل لإيه؟ هفضل كده يعني؟ ما أنا بقول تمام. كملي يا خديجة. يعني احنا كنا اتكلمنا على النفس لما يبقى يدوب مجرد نفس سطحي. في حاجات تانية بتظهر برضو، انه زي ما قلنا قبل كده، انه في انفصال عن الجسم. انا بتحرك وكأني، يعني فعلا انا كان معايا حد الاسبوع اللي فات بتقول لي انا وكأن راسي هي، يعني هي اللي عايشة وبتجر جسمي وراها، بنفس اللفظ، وكأن راسي عايشة بتجر الجسم وراها، فأنا منفصلة عن الجسد تماما. وده وكأن الجسد بيدافع عن نفسه وبيفصل نفسه عن التفكير وعن الإحساس وعن كل حاجة. يعني كفاية انتي محملاني فوق طاقتي، فخلاص مش هشيل، فبفصل نفسي تماما عنك. بيبقى شغال زي ما بنقول كده، اللي هو ايه، وكأني ظبطت روبوت او حاجة بطريقة اوتوماتيكية تماما، بيأدي المهام بتاعته بس مش عايش، مش حي. إيه لما بننام ونبص نلاقينا ممكن ننام بالثمان ساعات وبالعشر ساعات، ونصحى ايه ده، ايه التكسره اللي في جسمي دي، ده انا كأني يعني ايه، كنت بجري طول الليل، انا في ماراثون. انا مش عايشه. ده انا كنت بجري. إيه، النوم هنا بيقول لك، او الجسم هنا مش محتاج النوم، مش محتاج الراحه وان هو يسكن في سرير، محتاج يحس بالامان. عايز يقول لك وكأني بجري طول الليل ادور على جزء امان. لما الجسم يحس بتقل شديد، وكأني يعني وخصوصا الأمهات، كلنا يعني عدينا بمرحلة الأمهات والأطفال، لما يكونوا مثلا أطفال بنودي مدارس أو كده، أنا صاحي بشيل نفسي من على السرير، بتتقال كده بنفس اللفظ، وكأني بشيل نفسي من على السرير، أنا مش مستحمل، حاسس إن كل حاجة تقيلة، كل حاجة عليا صعبة، مهما كانت تعتبر سهلة، وفي الأوقات العادية بقوم واظبط نفسي، انا لو خارجه خروجه ولا رايحه ازور حد ولا كده، بقوم نشيطه وبلبس وبتحرك وبروح وباجي. لا انا هقوم اروح الشغل، او انا بقوم اصحي الولاد، بشيل نفسي شيل. وكأن الجسم هنا بيقول خلاص انت تم استهلاكك في الدفاع عن كل المشاكل اللي حواليك، فانت خلاص انت كده طاقتك استنفذت،
ما بقاش فيه طاقة للأعمال اليومية والحاجات الأدائية اللي أنت بتعملها بهدوء يعني، أو مش محتاج فيها شطارة، مش محتاج فيها إنك أنت تبقى يعني إيه قوي قوي عشان تقوم بس مجرد تدخل الحمام تاخد شاور، أو حتى تتوضى وتصلي، تعمل الحاجات اللي هي البسيطة خالص دي. وكأن جسمي بيقول حتى الحاجات البسيطة دي أنا مش قادر حتى أقوم أعمل لقمة كلها. لا، هو بيقول لك إن تم استنفاذ الطاقة الموجودة، محتاج تشحن. فانت استنفذتها. طب استنفذتها في ايه؟ في انك انت داخل معارك ملهاش لازمه، او انت محطوط غصب عنك في معركه استنفذت فيها كل طاقتك، فخلاص جسمك ما بقاش قادر. طيب ندور بقى على موضوع الامان. خلونا ناخد لحظه كده نفصل ونقعد القعده بتاعتنا، نغمض عينينا، نبدا نتنفس نفس هادي بسيط خالص. نحاول نخلي النفس اعمق ما يمكن. ناخد النفس من الأنف، نخرجه من الفم. نبدأ نعمل سكان لجسمنا من أول الرجلين صعودا لغاية الرأس. ناخد وقتنا نسمع لجسمنا بيقول لنا ايه بهدوء شديد وبالراحة. اسألي جسمك دلوقتي انت محتاج ايه. أول كلمة تجيلك خليكي معاها، واحنا بنتحرك مع جسمنا مع النفس. هل في جزء حاسة فيه أي جزء حاسة فيه براحة، حاسة فيه بوسع، استرخاء؟ ممكن نفتح عينينا ونبدأ نشارك بعض. ناخد كام مشاركة كده. يا ولاء. في إلهام حابة تشاركنا؟ اتفضلي يا إلهام. سامعيني كده؟ اتفضلي يا إلهام، اتفضلي. سامعيني؟ سامعينك يا إلهام، اتفضلي. هو أنا حسيت يمكن بحزن وأنا بعمل سكان على كل جسمي. مم. بس لما حضرتك قلتي إيه الحاجة اللي محتاجاها أو محتاجة تحسي بيها، حسيت إن أنا محتاجة أحس بالأمان. مم. لما قلتي إن الأمان ده ممكن فين الحتة الوحيدة اللي حاسة براح فيها، حسيت إن عقلي هو يمكن هنا ودلوقتي مم. حاسه فيه براحه، حاسه بيه في هدوء، حاسه بيه في سكينه، مع ان ده يعني ده ما بيحصلش. لكن انا مم. هنا ودلوقتي حاسه ان لا، عقلي فيه براحه، فيه هدوء، فيه سكينه. تمام يا إلهام، تمام. وكأن عقلك بيقولك إنه بدأنا نشوف الطريق، هنعمل إيه. يمكن علشان كده حسيتي فيه بالراحة.
اه تمام. احنا هناخد تمارين بعد كده ازاي نزود مساحة الراحة ونخليها تغمر الجسم كله ان شاء الله. شكرا ليكي، ممتنة جدا. محتاجة احس بالامان، ممكن لو تقدري دلوقتي تدي لنفسك حضن، تدي نفسك كده بايديكي وادي لنفسك حضن، وانتي اول حد محتاج يدي لنفسه الامان يا الهام. قبل ما ناخده من اي حد محتاجين ناخده من نفسنا الاول. شكرا ليكي. العفو. في أسماء عايزة تشاركنا. اتفضلي يا اسماء. هو المشكلة ان انا برضو لما غمضت عيني وحاولت كده اسكت شوية، حسيت ان انا برضو مخي فصل. حسيت ان انا مفيش ولا فكرة في مخي، وان انا مش حاسة بحاجة. حاولت برضو مفيش مخي، كأن حتى كل الافكار اللي في مخي شغالة طول الوقت، مش شايفاها برضو. انا مش فاهمة ايه. يعني انتي مخك فصل تماما عن التفكير، فراغ، يعني في فراغ. حتى الحاجات اللي في مخي طول الوقت شغلاني ما بقتش مش شايفة الصورة، يعني كأن مم. انا اللي في مخي دول بتخيلهم بعينيا كده، برضو كل حاجة اختفت. حلو. طب وجسمك فيه اي احساس في الجسم؟ لا مفيش. يعني برضو جسمي فيه فراغ. مفيش حاجة خالص يعني. طيب والمشاعر، مشاعر غير الاحاسيس الجسديه، غير جسمي بيحس بايه، انا المشاعر اللي جوايا ايه؟ ولا حاجة. انا مبسوطه، حسيت ان انا نفسي مرتاحه. لما سألتي السؤال اصلا، حاولت اخلي مخي اسأل مخي، حسيت برضو ان انا السؤال مش واصل لمخي اصلا. امم. ما عرفتش طب افكر حتى في السؤال. اسماء كده ممكن نقول ان الجسم مجرد بس ما بدأ ياخد مساحته وكأنه بيقول لكل حاجه افصلي دلوقتي. ممكن. احتمال. وكأنه دلوقتي انا دلوقتي محتاجه اشد الفيشه شويه يا اسماء، انا محتاجه فعلا افصل. هو بيقول لك خلاص انت مش عايزه تسمعيني، مش عايزه تفهميني، طب خلينا طالما اخدتي المساحه افصلي، لانك انت يعني جايبه كل حاجه، جايبه اخرها. انا اصلا اتخضيت لما حسيت ان او انا بوصل الكلام لمخي ما استقبلوش. ما هو تعب، تعب من كتر ما انا متحكمه اكتر، بحاول ان انا اقود الموضوع ويبقى كل حاجه تحت، يعني اندر كنترول معايا، تحت السيطره زي ما بيقولوا. فخلاص مجرد ما خد فرصه، او ان انا خايفه استكشف. يا دي يا اسماء. مم. فانا عطلت كل حاجه، لان انا لو بدات استكشف هعرف حاجات وهتبقى في الوعي عندي مش عايزاها تظهر. فاحنا لسه في البدايه، محتاجين ان احنا نكرر التمرين ده حتى لو كل يوم مره، واستكشفي وشوفي الدنيا فيها ايه. تمام. ده اصغر عضو معانا في النادي النهارده. اه. تمام، شكرا يا اسماء. في العفو. حد تاني؟ مها، اتفضلي يا مها. اتفضلي مها. أنا كنت عايزة أشارك إن أنا يعني حسيت فقط بالأماكن اللي أنا ذكرتها قبل كده اللي فيها التعب، مهم. وحسيت كأن زي ما يكون فيها مثلا كأن لونها أحمر، أو كأن فيها نبض، أو فيها يعني حالة مم. كده. وفضلت أركز على مكان تاني فيه راحة، ما لقيتش مكان فيه راحة، ولا لقيت يعني احتياج إجابة للسؤال مم. بتاع ما عرفتش. وكنت عايزة أسأل حضرتك على اللي قلتيه مهم. لأسماء، بخصوص إن أنا أدي لنفسي الأمان. يعني أنا في بالي احتياجات، بس دي من إدراكات أو أفكار، مش من إحساسي في التمرين بجسمي. مم. جسمي ما لقيتش نقطة فيه معينة، لكن أنا من قبل كده عندي تساؤل حكاية إزاي يعني أنا أدي لنفسي الأمان، ما أنا نفسي مش يعني مش كويسة، فإزاي أنا اللي هدي الأمان؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا، خلق لنا جسمنا وخلق لنا الجهاز النفسي بتاعنا. فزي ما الجسم بالظبط ال ال ان في مناعة وفي مقاومة للأمراض وفي مقاومة لأي حاجة بتدخل تبوظ النظام بتاع الجسم، الحالة النفسية نفس الحكاية. عندنا مناعة وعندنا مقاومة وعندنا حاجات كتيرة بتحفظ النفسية. فأنا لما أقول إن أنا
مش عارفة ازاي ادي نفس الأمان. أنا منفصلة تماما يا مها عن مشاعري وعن أحاسيسي، وكأن بتعامل مع حد تاني، حد مش موجود. مجرد إن أنا أحس إن أنا المصدر الأساسي لكل الاحتياجات بتاعتي، ده بيفرق كتير. أنا محتاجة إن أنا أتشاف يا جماعة، محدش شايفني في الدنيا. طب أنا شايفة نفسي كويس؟ هل أنا عارفة إن أنا موجودة وإن أنا ليا القدر بتاعي وليا حدودي وليا حقوقي؟ لا، أنا مش شايفة نفسي، أنا بدور على الناس قبل ما أدور على نفسي. فعمر الناس ما هتشوفك طول ما أنت مش شايفة نفسك. طب أنا محتاجة أتحب. طب هل أنت بتحبي مها؟ أنت لو بتحبيها هتاخدي بالك من 1 2 3 4. لو أنا ما بحبش مها، ليه بطلب من الناس التانية إنها تحب مها؟ فنفس الحكاية، إحساس الأمان إن أنا بقول لمها دلوقتي إنه في حد بيدافع عنك اللي هو مها، بتدور على حدودك، مش هتخلي حد يخترقها، مش هتخلي حد يتخطى معاكي الحدود اللي انتي رسمتيها له. بتدوري على حقوقك، مش هدي لحد إمكانية إن هو ياخد الحق بتاعي أو إن أنا أسيبه له لو حب ياخده. إن أنا يبقى فيه تقبل للي بيحصل حواليا في الدنيا، إنه ده مش كل حاجة تحت إيدينا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم الأول والأخير في هذه الدنيا. مفيش حاجة تحت إيدينا، ليس لك من الأمر شيء. مفيش حاجة تقدري تتحكمي فيها من الألف إلى الياء. حتى لو في جزء كده خادع شوية إن إحنا بنتحكم، بس إحنا ما نقدرش نتحكم في الدنيا. في مرض موجود إحنا متقبلين وراضيين بيه، وبنحاول إن إحنا نصلح الشروط اللي إحنا موجودين فيها عشان نعالج ده ونداوي ده. فما محتاجة تدي لنفسك الأمان إنك أنت أولا هتقبلي اللي موجود، ثانيا انت هتدافعي عن مها، وانت هتحبي مها، وانت هتشوفي مها. عندك حق يا خديجة، احنا فعلا بنبقى محتاجين يا مها نكتشف جوانا مصادر الدعم. عارفة يا مها، لما بيكون في فجوة بيني وبين جسمي بحس انه حد تاني، ففعلا وصلني منك ان ازاي هدافع عنه اذا كنت انا تعبانة، فازاي انا هكون مصدر اماني اصلا؟ صح يا مها؟ زي صح. اللي في معركة بالظبط، فزي اللي في معركة كده بالظبط، ومن كتر ما هو منهك مش قادر يشوف إن معاه ايه من ادوات، من كتر ما هو تعبان مش قادر يشوف هو معاه ايه من ادوات. الجسم فهمتك نفسه، خلاص. وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. الجسم مليان مراكز دعم. من خلال رحلتك مع نفسك هتبدأي تكتشفي قلبك ويبدأ ازاي يدي مراكز، يبقى مصدر دعم. ايديكي ورجليكي ازاي هيبقوا مصدر دعم. طريقة تفكيرك في الاخر بالنسبة لك انت يا مها، في الاخر طريقة التفكير والتركيز على الافكار ازاي هتكون مصدر للدعم. القلب مصدر اساسي، العمود الفقري، ايديا ورجليا انا من كتر الانهاك مش قادرة احس بيهم. انا اللي تعبني من دلوقتي مراكز الوجع اللي عندي والالم اللي عندي بتقول ان منطقه الحوض بالركب تعباني. انا عندي قدر، جسمي مش محتاجه سايبني. قدر من المرونه في حياتي عالي. فانا محتاجه اشوف بقى بقيه الاعضاء دي اللي موجوده معايا، واولهم القلب، اولهم القلب. فبيبدا هي ازاي ابدا مها استخدم مصادر الامان اللي جوايا، مصادر الدعم، اكتشفها واحده محتاجة واحده. تحس إن هي كفاية. ايوه، فده بيبدأ خطوات يا ما، خطوات بالراحة. احنا في رحلة، احنا في رحلة، لا، مش واحنا محتاجين. اللقاء بتاعنا برضو يا نهى احنا مجرد استكشاف. هو مش لقاء علاجي، ده احنا مجرد بنشوف هو احنا محتاجين نتحرك في اتجاه معين ولا لا. فاحنا بناخد معلومات، معلومات حقيقية وقوية، بس مش هتكون مفيدة كاملة لوحدها كده. يعني محتاجة شغل، محتاجة شغل كتير ووقت طويل. وزي ما قلنا، اللي اتكون جوانا وجوه مشاعرنا وجوه أجسامنا في سنين طويلة، عمره ما هيتحل في جلسة أو اتنين، عمره ما يتحل في لقاء أو اتنين. ده احنا دلوقتي مجرد بنشيل الغطاء اللي احنا حاطينه على مشاعرنا وعلى أجسامنا، اللي مخلينا احنا مش شايفين ايه اللي بيحصل جوه. فبالراحة يا مها، ما تشقيش على نفسك، هتعرفي قدام. وزي ما قلنا كده، بالتدريب وبالتدريج هنقدر نعرف جسمنا بيقول ايه، ونقدر يعني نستخلص مواطن الأمان اللي فيه علشان بعد كده تعم مع الجسم كله إن شاء الله.
تمام، شكرا. تيجوا ندبس نفسنا تدبيسة حلوة كده اونلاين، انا بزق نفسي كده. تيجوا المرة الجاية ناخد مع بعض شوية كده ونشوف اول مراكز الدعم اللي في جسمنا ايه، وازاي بيبدأ يضخ الدعم للاماكن الموجوعة، والاكتر في اكتر المواقف المؤلمة بالنسبة لي اللي مش قادرة انساها. ايه رأيكم؟ انا بشجع ده جدا. يلا بينا. ايه رأيك يا مها؟ يلا بينا. يلا بينا ناخد المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله رحلة مع أول مصدر دعم جوانا، ونشوف هو ربنا خالق إيه جوانا بيقدر يحمينا، واحدة واحدة مع بعض. عمالين نكتشف. يلا بينا نشوف بقى مصادر العلاج اللي جوانا الفطرية الطبيعية الجميلة، اللي تبدأ لما نبدأ نديها إشارات تبدأ تدينا بقى إشارات أقوى. يلا بينا المرة الجاية إن شاء الله. ان شاء الله. بس انا كويس انك دبستي نفسك عشان نبقى مجهزين شغل الاسبوع الجاي. بإذن الله إن شاء انا الله. بس هسأل سؤال يا نهى بعد اذنك انتي ولا، عايزه اعرف بس يعني في خلال اللايف كده في حد حس او رجع لجزء من جسمه كانش موجود؟ انا أنا حابه اشارك بده. انا اسفه اني قطعتك يا نهى. انا مبسوطه من تدريب مصدر الامان ده، عشان انا اكتشفت انه رجولي مرتاحه، معدتي كده والجزء الوسط ده مرتاحه، رغم ان في كتافي وجعاني. حسيت براحه في دماغي، فده بسطني. انا كان بقالي فتره ما بعرفش اقرا عشان في زحمه شديده في دماغي، وقلت خلاص ما فيش مشكله، هي هتتحل مع الوقت. فالنهارده لقيت ان دماغي مرتاح، حلو جدا. والجزء اللي في النص ده كده كتافي تقيله لسه، بس رجولي مرتاح، ده بسطني. لقيت حلو، حلو لقينا جدا جدا. حته لقينا حته سليمه. لقينا حته سليمه. وده بسطني. شكرا ان جدا شاء الله على بعد التمرين كده بجد. نتعلم ازاي نستمد منها بقى طاقه، وازاي نستمد منها يعني ايه راحه تعم الجسم كله. مين هيشاركنا تاني؟ كملي يا نهى، انا قطعتك. لا، انا كنت حاسه قد ايه ركبي فعلا كانت وجعاني، وتنميل في ايديا في صوابعي، فعلا انا محتاجه ارتاح، وده كان مؤثر على نفسي. كنت حاسه ان نفسي زي ما يكون بيطلع بصعوبه. لما بدانا نكتشف مراكز الامان عندنا او مركز من مراكز الامان، حسيت بدقات قلبي. ومع كل نفس قد ايه انا صدري بقى بيرتاح، وجع صدري بقى بيرتاح. جميل. الشك اللي في رجليا فعلا اتحول تنميل، فبدأ يتفرغ. فبقيت اللي هو بس انا عايزه اقعد معايا كده وانا ابقى زي الفل. انا عايزاني، انا ده الصوت اللي جوايا، انا انا عايزاني. محتاجاني. ايوه، انا اقعد مع قلبي شويه الدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله. ان الحمد شاء لله، الله. الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا خديجه، شكرا يا خديجه بجد. شكرا لكم، شكرا لكم حقيقي جميعا. جدا بجد، يعني شكرا بجد على النهارده، وشكرا على القعده اللي انتي قعدتيها لنا مع جسمنا. كتر خيرك. شكرا لكم بجد جميعا. والله كنت محتاجاها. كلنا والله. مع اوكي، السلامه. نكمل الاسبوع الجاي مع نهى. نشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء مع الله. الله. نورتونا جميعا بجد. نكمل الاسبوع الجاي على خير. مع باي السلامه. مع باي.